السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومشتركي قناتي سلامة كنال. شخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم طيبة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فيديو جديد بمناسبة سفري لتركيا. سافرنا قبل اسبوع تقريبا في هذا شهر جوج، وحبيت انني نشارك معكم المناظر الجميله اللي كتمتاز بها تركيا، وبالخصوص هذه قريه طرابزون او مدينه طرابزون. اول يوم يعني مشينا للشلال اللي هو شلال اسكيتوغلو او اسكيتوغلو. كيتعتبر هذا الشلال ثالث اكبر شلال في الشمال التركي. كيتواجد قبل ما توصل لوسط ريزا، قريب من الشارع الرئيسي، وسط مناظر طبيعية ساحرة. كتواجد فيه كافيهات وجلسات وبعض محلات الحرف اليدوية، لكن تصادفوا أننا مشينا في النهار كان فيه البرد والشتاء، فكانت المحلات هذه مسدودة، فتمتعنا بس بالمناظر الشلال. من بعد وحنا غاديين في الطريق، كيف ما غتشوفوا في الفيديو غتشوفوا مجسم اكبر كأس شاي اللي هو رمز المنطقه لانها معروفه بزراعه الشاي. من تما مشينا لواد العاصفه. صراحه هذا من بين الاماكن اللي عجبوني بزاف. جربنا ركوب الارجوحه العجيبه وتسلق الحبل الكهربائي على فوق النهر، وكانت تجربة جد رائعة مسلية. من بعد مشينا لقرية ايدر اللي كانت كلها مغطية بالثلج، فصراحة ما بان فيها والو بحكم انها كانت كلها بيضاء، فيعني داك الثلج غطى كاع المعالم تاع القرية. كنفضل لو انها كان في الشهر يعني فصل الربيع غيكون المنظر احسن واحسن، يعني منها غتبان لك المعالم تاع القريه كامله مع الطبيعه الخضراء غتمتع احسن. لكن دابا مشينا في الثلج هذا، يعني ما المحلات كلها مسدوده بسبب الثلج كيف ما غتشوفوا في الفيديو. فصراحه ما تمتعناش بالنسبه لي انا شخصيا. لو كانت في الربيع كانت تكون احسن. فبلا ما نطول عليكم وغنخليكم مع الفيديو ان شاء الله للنهايه، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا وتمتعوا معنا بالمناظر الجد الساحره.